السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. ربنا يقوي اولياء الامور الاباء والامهات اللي اطفالها عندها الفترة دي امتحانات. ربنا يقويهم يا رب ويفرحكم بالنتائج بتاعتهم، وان شاء الله تكون نتائج درجات عالية جدا والتوفيق ليهم يا رب وللجميع ان شاء الله. فيديو النهاردة هنتكلم على حاجة حلوة جدا، وهي الصراحة بتكون مشكلة مع الامهات اللي لسه اطفالها صغيرين. وكمان المشكلة دي كانت معايا وانا حبيت ان انا اعمل لكم الوجبات دي عشان تستفادوا منها وهتفرحوا بيها ان شاء الله. المشكلة ان هي احيانا الرضع والاطفال الصغيرين لما بيصحوا من النوم احيانا كتير ما بيبقاش عايزين يفطروا، او تكوني انت جهزتي فطار وهو يرفض. فبتبدأ الأم بقى تحتار وتتضايق، طب هتأكله ايه؟ طب ممكن تعمل حاجة تانية وهو يرفضها. ومش كل يوم هتعرف ان هي تعمل فكرة جديدة وتنوع. فان شاء الله مع بعض هنعمل افكار كتير، والنهاردة هديكي 5 وجبات، يعني 5 أيام من الفطار تقدري تدخليهم لطفلك وتنوعي له فيهم. هتنفع معاكي لو طفلك رضيع وهتنفع لو طفلك كبير، بس هقولك ايه اللي مسموح وايه اللي لأ. يلا نبدأ في أول يوم. أول وجبة معايا وهي عبارة عن المكونات بتاعتها عبارة عن بليلة، اللي هو القمح بتجيبيه طبعا وبتنقيه وتسلقيه في البيت، تعمليها بليلة في البيت، وممكن تضيفي عليها لبن وعسل نحل. هنا بقى بيختلف لو طفلك الأعمار قد ايه. يعني لو طفلك 4 شهور وبدأتي انك تأكليه، خلاص ينفع تعملي له بليلة انك تسلقيها كويس وبعد كده تضربيها في الخلاط وتديها. لكن مش بتضيفي عليها اي حاجة من الحاجات التانية. لو تم 6 شهور تقدري انك تضيفي على البليلة دي معلقة من السمسم المطحون، معلقة زبدة فول سوداني، معلقة تمر مثلا تكوني نقعاه، اضربيه مع البليلة في الخلاط هيبقى حلو قوي. طب لو طفلك تم سنة، يعني خلاص هو تم سنة وكبر بقى، ربنا يخليهولك يا رب، تقدري انك تضيفي عليه لبن حليب وتضيفي عليها تحليها بمعلقة عسل نحل. اللبن والعسل ما ينفعش تدخليهم لطفلك الا لما يتم سنة. يبقى الوجبة الأولى معايا هي عبارة عن بليلة، على فكرة بيحبوها جدا. يعني لو حسيتي طفلك رافض الأكل وقدمتي له البليلة هياكلها. وكمان البليلة فاتح للشهية، فوجبة حلوة قوي على الفطار. يبقى البليلة مع اللبن وعسل النحل لو طفلك تم سنة، لكن لو تم 4 شهور بس هتضيفي البليلة بس من غير ولا لبن ولا عسل نحل. طيب تاني وجبة بقى معايا وهي عبارة عن موز ومعلقتين من الزبادي وكمان معلقة من السمسم المطحون. تقدري ان انتي الوجبة دي تديها لطفلك الرضيع وطفلك الكبير. لو هو رضيع تم 4 شهور بس، يبقى الموز مهروس بس، مش هينفع تضيفي عليه حاجة تانية، فهي كده مش وجبة فطار، يعني هي ممكن تكون وجبة سناكس ما بين الفطار والغدا. طب لو طفلك تم 6 شهور، هنا بقى هتنفع معاه وجبة فطار. هي ايه؟ هتهرسي الموز وتحطي معاها معلقتين من الزبادي، بس طبعا بتكوني جربتي كل صنف لوحده 3 أيام وتأكدتي ان مفيش اي حساسية، وبعد كده بتقدري تعملي ميكس من اي صنف من اللي انا هقوله ده. يبقى موزة عليها معلقتين من الزبادي، وبتكوني هرستي الموزة وتضيفي عليها الزبادي وتحطي عليها معلقة بقى من السمسم المطحون، او معلقة من المكسرات المطحونة اللي انت مجهزاها للطفل، او معلقة من زبدة الفول السوداني. اي حاجة من الحاجات دي، على فكرة زبدة الفول السوداني فاتح شهية جدا، فلو حطيتيها في وجبة الفطار هي حلوة قوي وكمان بتدي طاقة. كده هتنفع معاكي الوجبة دي من اتمام 6 شهور، لو هتضيفي زبادي وهتضيفي سمسم او مكسرات مطحونة. طب لو طفلك تم سنة، تقدري تضيفي حاجة تانية؟ تقدري تضيفي معلقة عسل نحل على الموز والزبادي والمكسرات المطحونة. طيب تالت وجبة بقى معايا وهي عبارة عن معلقة رز مسلوقة. هتجيبي الرز تغسليه كويس وهتسلقي معلقة أو 2 على حسب طفلك الكمية اللي بياكلها، لأن الوجبة دي يعني الرز من الحاجات اللي ما ينفعش انك تسخنيها تاني، وكمان بتتقل مع الوقت، فالأحسن خليها وجبة بوجبتها بس ما تخليهاش في التلاجة. طيب يبقى هو معلقة من الرز هتسلقيها كويس، وتكوني فاتحة 4 حبات من التمر البلح وتشيلي منهم النوى وتحطيهم في الرز مع هو بيتسلق، وتضربيها في الخلاط بعد كده او الهاند بلندر وتديها للطفل. تنفع معاه من اتمام 6 شهور، ولو تم سنة تقدري انك تضيفي عليها حليب، عسل نحل، معلقة من زبدة الفول السوداني. وعلى فكرة زبدة الفول السوداني تنفع من اتمام 6 شهور، لكن لو طفلك تم 6 شهور بس يبقى الرز مع التمر بس، لكن لو تم سنة هتقدري انك تضيفي لبن. كده 3 وجبات. طيب
رابع وجبة معايا وهي البطاطا. البطاطا من الحاجات اللي الأطفال بيحبوها جدا ومش بيرفضوها لأن بيكون طعمها حلو وكمان بلعها سهل، فإن شاء الله هيقبلوها معاكي. طيب تقدري بقى تشكليها ازاي للطفل؟ لو طفلك تم 4 شهور بس وخلاص بدأتي انك تأكليه، ممكن تديله في وجبة الفطار تكوني سلقاها أو شوياها، تضربيها في الهاند بلندر أو الكبة وبس تخففي القوام بتاعها بمية شوية عشان تكون سهلة في القوام في البلع للبيبي. طيب لو طفلك تم 6 شهور تقدري انك تدخليها له ازاي؟ تكوني برضو سلقاها او شويها، تبدأي ان انتي تهرسيها بالشوكة كويس، تضيفي عليها معلقة من الزبادي هيخفف القوام معاكي وكمان هيزود القيمة الغذائية زي الكالسيوم، وكمان بيعزز من صحة الجهاز الهضمي. وتقدري تحطي برضو معلقة من زبدة الفول السوداني، هتخلي طعمها ممتاز جدا وهتخلي طفلك يحبها اكتر وياكلها. كمان زبدة الفول السوداني بتدي نشاط وطاقة للطفل، يعني بتديه طاقة تخليه ان هو مثلا يبدأ ان هو يتحرك ويعمل طاقة ويلعب، ويبدأ ان هو بعديها تلاقيه جاع. عشان كده بنقول ان البطاطا او زبدة الفول السوداني فاتح للشهية. طيب لو طفلك بقى تم سنة، تقدري انك تضيفي على البطاطا لبن وعسل نحل، تهرسي البطاطا كويس وتحطي عليها مثلا 5 6 معالق من اللبن على حسب بس القوام ما يخفش معاكي قوي، ومعلقة من عسل النحل او معلقة من زبدة الفول السوداني بدل العسل النحل. حلو قوي يعني، اذا كان حطيتي زبادي او لبن هتبقى وجبة حلوة جدا في وجبة الفطار. طيب خامس وجبة معايا وهي عبارة عن طين مجفف، هتكوني غسلاه كويس وبعد كده هتقطعيه وتحطيه في ميه ان هو بس يعني يتسلق شويه 3 4 دقايق. وبعد كده هتكوني جايبه معلقه من الشوفان، برضو هتحطيها على الطين المجفف على النار، وهتقلبيه وتسيبيه شويه يعني مثلا 10 دقايق على النار. واول لما تحسي ان خلاص الشوفان اتسلق كويس والطين المجفف ان هو بدأ يكون رطب كويس وتقدري انك تضربيها في الكبه، ممكن بقى هنا تضربيها في الكبه وتضيفي عليها حاجات على حسب سن طفلك. يعني ايه؟ يعني لو طفلك تم 6 شهور هتقدري انك تضيفي الطين المجفف مع الشوفان مع معلقة من زبدة الفول السوداني في الهاند بلندر وتضربيهم مع بعض وتديهم للطفل. طب لو طفلك تم سنة، هتقدري هنا بقى تدخلي حليب وعسل نحل، يعني تكوني حطيتي الطين المجفف على النار الأول وبعد كده ضفتي له معلقة من الشوفان، خلاص اتسلقوا كويس، تضربيهم في الهاند بلندر وتخففي القوام بلبن وتحليهم بمعلقة من عسل النحل. وجبة ممتازة جدا، الفواكه المجففة فاتح للشهية وكمان بتزود الوزن زي الطين المجفف. الطين المجفف والتمر على فكرة بيزودوا من الوزن لو واظبتي عليهم في وجبات لطفلك. طيب دي كده بالنسبة للوجبة الخامسة. طيب كنت عايزة انبه على حاجة كده، ايه هي الاصناف اللي تفتح شهية للطفل لو هو مثلا معاكي مغلبك شوية وعايزة تنوعي في اصناف فتح للشهية؟ والاحسن يعني انا دايما الاحسن بحب ان احنا مش نلجأ للادويه، لا نلجأ الاول للاكلات. في اكلات كتير لو بدأتي تنوعي فيها لطفلك ان شاء الله هتجيب معاه نتيجه وتلاقي ان هو بياكل عن الاول. طب زي ايه؟ زي اول حاجه الزبادي. الزبادي حاجه كويسه جدا للطفل. اول حاجه الكالسيوم عشان عظامه واسنانه، تاني حاجه بيعزز من صحه الجهاز الهضمي، تالت حاجه ان هو فاتح للشهيه. فحلو قوي تقدميه للطفل من امتى؟ من اتمام 6 شهور تدخلهوله، بس يكون شركات عادي، بس اهم حاجة يكون كامل الدسم مش لايت، ويكون سادة يعني بدون اي اضافات، تشتريه سادة وتقدميه للطفل عادي. طيب تاني حاجة فاتح للشهية هو البليلة اللي هو القمح. طبعا بتجيبيه حبة كاملة، مش دقيق القمح، لا، حبات القمح اللي هي الحبوب، حبة كاملة بتسلقي القمح كويس في البيت تعمليه بليلة وتقدميه للطفل. ممكن تدخليه من امتى؟ من اتمام 4 شهور بس. طبعا يكون طفلك تم شروط ادخال الطعام، وبتضربيها كويس جدا في الاول للطفل عشان طفلك ما يشرقش منها. طيب تالت عنصر اللي فاتح الشهية وهو التمر. التمر بيفتح الشهية جدا، بيمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية، فبيبدأ ان هو يبذل مجهود، يبدأ ان هو يجوع، هتلاحظي ان هو بياكل احسن. التمر تدخليه من امتى؟ من اتمام 6 شهور. طيب رابع عنصر وهو السمسم. في بعض البلاد العربية بتقول على السمسم جلجلان، والزبادي بيقولوا عليه ياغورت، عشان بس لو حد بيتابعني، في ناس بتتابعني من الجزائر والمغرب بيكونوا عارفين انا بتكلم على ايه. السمسم او الجلجلان ده بتقدميه للطفل من اتمام 6 شهور، بتجيبيه ني من العلاف، وبتبداي ان انتي تحمصيه بس يعني حاجة بسيطة كده ان هو يكون لونه ذهبي، بس اهم حاجة حاجة بسيطة عشان ما يمررش معاكي.
وبعد كده تضربيه في الكبة وشيليها في علبة في التلاجة، تحطي منه معلقة في وجبة للطفل. فعلا بيفتح الشهية، بيزود من الوزن، حلو جدا، غني بالكالسيوم، اصلا السمسم ممتاز للطفل. طيب، خامس عنصر معايا وهو زبدة الفول السوداني، فاتح للشهية، غني بالأوميجا 3، حلوة قوي كدهون صحية للمخ للرضيع، وبيزود من الوزن ما تقلقيش. فزبدة الفول السوداني كويسة، تقدري تدخليها من إتمام 6 شهور. بتجيبي فول السوداني، بتكوني طبعا مقشراه، تحطيه في الكبة تضربيه، بس هتضربيه شوية كويسين عشان بس يتحول معاكي لزبدة. برضو بتشيليه في التلاجة وتاخدي علبة كده على أكلات الطفل. اخر حاجه زبده الفول السوداني والتمر، لما تديهم للطفل يا ريت يكونوا في وجبه الفطار او في السناكس اللي بعد الفطار، عشان بيدوا طاقه للطفل. لو اجلتيهم بالليل قبل النوم ممكن شويه يخلوه ما ينامش كويس او يحصل له ارهاق او ارق، فخليه احسن في وجبه الصبح عشان الطاقه والنشاط يبذلهم على مدار اليوم. يا رب اكون قدمت لكم وجبات حلوه وتفيدكم ان شاء الله. انا بستخدمها مع بنتي وحلوه جدا لما بتكون رافضه الاكل. ان شاء الله برضه هتنفع معاكم كويس. لو محتاجين اي حاجه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وهفرح قوي لو اشتركتوا في القناه وفعلتوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وهفرح اكتر لو سبتولي لايك وكومنت منكم. شكرا ليكم وشكرا للمتابعه، باي باي.